ملف خطير. البطل ديالو هو طبيب نفسي في مدينة فاس، متهم مع بزاف ديال الناس بالاستغلال ديال المريضات ديالو والاخضاع ديال لي باسيون ديالو، جلسات ديال العلاج فيها الشعوذه والاجبار ديالهم على تعاطي الكوكايين والاقراص المهلوسه. خليك معايا باش تعرف لي ديتاي، ما تنساش دير ابوني باش يولي يطلع لك فيديوهات جايين ديالي. القضيه غادي تبدا بان الزوجه ديال هذا الطبيب غادي تكون في فرنسا، فاش غادي ترجع صدفه غادي تقلب التليفون ديال راجلها اللي هو الطبيب واللي هو المتهم الرئيسي في هذا الشيء. والصدمه هي ان غادي تلقى فيديوهات ديال حفلات، غادي نخلي لكم لي ديتاي ديالهم في اول كومونتير. رمضان دابا ما كاينلاش نقولوا هذا الشيء لانه بصح ما فيها ما يتشاف وما فيها ما يتقال. والعجيب في هذا لافير هو انه مع كل ديتاي كيصدمك في الديتاي اللي قبل. فالطبيب اللي هو المتهم اعترف بانه هاد التسجيلات كاينه بصح، وبانه بصح هذا الشيء وقع في بيت الزوجيه، وبانه بصح كاينين رجال وعيالات كانوا في بيت الزوجيه ديالهم، ولكن اكد على انه ما كاينش استغلال وبان هذا الشيء كان كامل الرضا ديال هاد الناس. وقال على ان هاد الشكايه اللي قدمتها الزوجه ديالو فهي بسبب واحد النقاش اسري حاد مرتبط بان هذا الطبيب طلب من الزوجه ديالو انها دير الفحص ديال الدي ان باش يتاكد من واحد الجنين واش ولدو ولا ماشي ولد. هذه هي الروايه ديال الطبيب، والروايه ديال دوك الناس اللي مرض كانت العكس ديال هذا الشيء تماما، بحيث انه وحده منهم اكدت على ان هذا الشيء ما كاينش وما كاينش رضا، انه تم الاستغلال ديالها فيما كان يعتبره الطبيب جلسات ديال العلاج اللي كانت في شكل وكان فيها اجواء ديال الشعوذه، العزف بالجيتار، قناوه، والترديد ديال شي عبارات اللي ما مفهوماش بحال شي طلاسيم ديال السحر، والاجبار ديالها على تعاطي مخدرات من نوع الكوكايين واقراص مهلوسه. وهاد الاعترافات دعموها اعترافات ديال المريضات واحد اخرين عند الضابطه القضائيه بانه نفس الاحداث، وكذلك اضافوا بانه كان الاستغلال ديالهم في العياده، في الطوموبيل، في الدار، وكذلك في واحد الرياض في المدينه القديمه اللي كيجريه واحد الراجل بلجيكي، فين تما كانوا كيديروا طقوس ديال القناوه، وكان لاكسي بريفي يعني ما كيخليوش بنادم براني يدخل، ناس محدودين اللي هما الناس اللي متهمين في هذا الملف اليوم. وواحد من اهم لي ديتاي اللي تزادوا هو انه الاجبار ديال هاد المريضات على التعاطي ديال المخدرات والاقراص المهلوسه خلاهم يوليو مدمنات، ووصل وحده انها تبيع لابارتمون ديالها في واحد الحي راقي باش تقدر انها تخلص هاد الكوكايين اللي تبلات به. وصدمه واحده اخرى هي الرد او الجواب ديال الطبيب على هاد الاعترافات اللي قالوا هاد الناس اللي مرض، بحيث انه قال قدام الهيئه القضائيه بانه كان كيجرب واحد العلاج جديد بالكوكايين، كيتستيه في راسو وكيتستيه في المرض ديالو، واش سالينا مازال. وهنا غادي تزاد واحد الطرف واحد اخر اللي حتى هو متابع في حاله اعتقال، اللي هو واحد الفوتوغراف اللي اعترف بانه كان كيصور فيديوهات، كمل من عقلك، مع الطبيب. وفي الختام ديال الجلسه قررت الهيئه القضائيه انها تاجل الملف للاثنين الجاي، اللي غادي نحاول انني نحضر للجلسه باش نجيب لكم لي ديتاي اكثر. غادي نخلي لكم المصادر في الديسكريبسيون، ولا كنتي وصلتي لهذه المرحله ما تنساش لايك وفولو كما قلنا باش تتبع الاحداث ديال هذه القضيه اللي غادي تكون الاثنين الجاي.